ليه أوقات كتيرة الطرف اللي معانا في العلاقة سواء صديق أو حبيب أو حتى زوجة، يعني أنا بتكلم على الناحيتين، بنحس بتجاهل مرة واحدة في العلاقة أكني مش موجود. ايه الأسباب؟ طبعا في أسباب كتيرة جدا، بس خلينا نبدأ بسبب. رقم واحد إن أنا ممكن أكون شخص شكاي بكاي، على طول بشتكي، على طول أنا مفعول به، على طول الدنيا كلها جاية عليا. دي بتخلي الطرف اللي معاك في العلاقة أو حتى لو صديق يبدأ ينفر منك، لأنك على طول بتشتكي وأنا مش قادر أسمع الشكوى، غصب عني أنا إنسان وليا طاقة، فبيبدأ إن هو ينفر منك. رقم 2، إن أنا على طول بسأله أو على طول متواجدة، بتعمل ايه، رحت فين، بتكلم مين كان معاك على الويتنج، هنخرج امتى، هننزل امتى، هنروح امتى، هنعمل امتى. انا شخص متواجد 24 ساعة للطرف التاني حتى لو صاحبتي، فبالتالي الشخص ده بينفر. تالت حاجة وهي الطاقة، انه هو بعيد عنك، انت على طول بتفكر فيه، على طول بتفكر فيه، انت ما بتفكرش في نفسك خالص، ولا بتشوف ايه اولوياتك، ايه احلامك، ايه اهدافك. انا حياتي بس اكون معاه، انا عايزة اكون معاه. وعلشان نفهم نقطة الطاقة دي اكتر، لو افترضنا ان زوج وزوجة دلوقتي هي كانت كل تركيزها معاه، انا شاكه فيه، ما بيردش عليا، اتاخر بره البيت، خرج مع اصحابه زياده عن اللزوم. لما تبدا تسويتش وتركز مع ولادها ومع نفسها، بتلاقي الراجل بدأ يرجع تاني. ودي يعني عندنا منتشرة جدا في الوطن العربي كله. ونفس الكلام الطاقة من بعيد، أنا لو بفكر فيه من بعيد وكل تفكيري معاه هو مصدر كل حاجة بالنسبة لي، وأنا ماليش أي حلم لوحدي، هدف لوحدي من غيره، هو حتى لما بيلاقي مني كول مش قادر أرد، في ضغط نفسي بيكون على الشخص ده. دي من أهم النقط للتجاهل. علشان أتفادى تجاهل أي شخص في حياتي، لازم أتعلم إزاي أركز مع نفسي، مع أنا، أبسطها، أخرج معاها. في ناس بتقولي ما بعرفش أعمل ده، طب إزاي هنجيب حد من بره يعمل ده، والمفروض إن انتي عايزة تكملي معاه بقية حياتك 30-40 سنة جايين، وانتي ما بتعرفيش تنبسطي لوحدك، طب هو هينبسط معاكي إزاي؟ ما انا لو مش فاهم روحي، انا ازاي اجيب روح من بره تفهمها؟ فانا ما ينفعش احط شخص مصدر سعادتي او مصدر كل حاجة. رقم 2، ان انا ما ينفعش اكون افيلبل لحد 24 ساعة في ال 24 ساعة، او ان انا فضي نفسي عشانه. انا لو فاضي اوكي، لو انا مش فاضي بقوله المواعيد اللي انا فاضي فيها، وبديله 2 مواعيد، 2 options، عندك يوم كذا وعندك يوم كذا. واخر حاجة انا لازم اسأل نفسي، العلاقة اللي انا داخلها دي ايه الهدف منها؟ او العلاقة اللي انا فيها دي ايه الهدف منها؟ لازم ابقى واعي كويس قوي ان انا لو عايز احتواء، اهتمام، حب وطبطبة، ده اسمه شفط للشخص، ده ضد مبادئ الكون، ضد مبادئ الكون، فده الكون مش بيساعدك عليه. لان العلاقة دي انت انابيبك ناقصة، لازم تدخل العلاقة وانت كامل، واللي قدامك يكون كامل، فبتعملوا علاقة الاتنين دول قد بعض، حرف ايه، انتي تروما، مش علاقة تي تروما تسبب صدمة، هو مشي انت وقعت. العلاقة دي مؤذية جدا، وانا داخل فيها شفط، والعلاقات دي ما بتكملش، فلازم تبقى واعي للنقط دي جدا. اما اخر حاجة بقى عايزة اقولها بمناسبة الصورة دي ابني اللي رسمها، عشان بس الناس نيتها مش احسن حاجة وبيقولوا حاجات مش كويسة.